السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تخيلوا معايا عربيات فخمة بتمشي في شوارع القاهرة من 100 سنة مزينة بالذهب وسواقين بلبس ملكي. ده مش فيلم، ده الواقع في متحف المركبات الملكية. يعد متحف المركبات الملكية أحد أعرق المتاحف النوعية على مستوى العالم، حيث هيئ خصيصا لعرض وحفظ التراث الثقافي الخاص بالمركبات الملكية التي ترجع لعصر أسرة محمد علي وكل ما يتعلق بها، كما يسلط الضوء على الاهتمام برعاية الخيول خلال هذه الفترة بمصر. متحف الركايب الملكية أو متحف المركبات الملكية ببولاق أبو العلا هو أحد المتاحف الموجودة بالقاهرة في منطقة بولاق، ويعرض عددا من الركايب أو العربات التي كانت تستخدمها الأسرة العلوية قبل ثورة 23 يوليو. ترجع فكرة إنشاء مبنى المتحف إلى عهد الخديوي إسماعيل، فهو أول من فكر في إنشاء مبنى خاص بالمركبات الخديوية والخيول باسم مصلحة الركائب الخديوية. وفي عهد الملك فؤاد الأول أصبح باسم إدارة الاسطبلات الملكية في 1922، وكانت هذه المصلحة محط اهتمام القصر الملكي آنذاك، حيث وفر لها الخبراء المتخصصين فضلا عن العمال المهرة. لاحقا تحول المبنى إلى متحف تاريخي بعد ثورة 1952. أغلق المتحف في الثمانينات وبدأ مشروع ترميم للمتحف في 2001، لكنه توقف قبل عدة سنوات، ثم أعيد افتتاحه في 2017 بعد أن عانى من إهمال كبير، وبلغت تكلفة الترميم حوالي 63 مليون جنيه مصري، وأعيد افتتاحه في 2021. يتألف المتحف من عدة قاعات: قاعة الاستقبال، وقاعة العرض المتغير، وقاعة كبار الزوار، وقاعة الأنتيكخانة، وقاعة الحصان، وقاعة المناسبات الملكية، وقاعة الاحتفالات. ويضم المتحف مجموعة رائعة من العربات الملكية مختلفة الأحجام والأنواع، والتي ترجع إلى فترة حكم أسرة محمد علي باشا في مصر، أشهرها العربة المعروفة باسم عربة الآلاية الكبرى الخصوصي، والتي تمتاز بدقة صناعتها وفخامة زخرفتها، وهي مهداة من الإمبراطور نابليون الثالث وزوجته الإمبراطورة أوجيني الخديوي إسماعيل وقت افتتاح قناة السويس في 1869. وأمر الملك فاروق الأول بتجديدها واستخدامها عند افتتاح البرلمان في 1942. كما يضم مجموعة من أطقم الخيول ولوازمها، بالإضافة إلى الملابس الخاصة بالعاملين بمصلحة الركائب والذين ترتبط وظائفهم بالعربات، فضلا عن مجموعة من اللوحات الزيتية للملوك والأميرات التي يرجع تاريخها إلى نفس الحقبة التاريخية.
فكرة إنشاء المتحف إلى عهد الخديوي إسماعيل فيما بين عامي 1863 و 1879، فكان أول من بدأ في إنشاء مبنى خاص بالمركبات الخديوية والخيول، ثم أصبحت مصلحة للركائب الملكية، وتحولت فيما بعد إلى متحف المركبات الملكية بعد عام 1952، وتم إغلاق المتحف في ثمانينات القرن الماضي لتطويره وترميمه، وتعثرت الأعمال على مدار الأعوام التالية بعد الغلق حتى عام 2017، حيث بدأ استئناف الأعمال به مرة أخرى، وتفضل فخامة رئيس الجمهورية بافتتاحه عبر الفيديو كونفرنس عام 2020. يضم المتحف مجموعة رائعة من العربات الملكية مختلفة الأحجام والأنواع، وجدير بالذكر أن هناك عدد قليل من المتاحف المتخصصة في عرض هذا النوع من المركبات الملكية في بعض الدول الأوروبية مثل النمسا وفرنسا وروسيا وإنجلترا. وكان العاملين بمصلحة الركائب ملابس ذات طابع خاص سواء من حيث الشكل أو ما تحمله من زخارف أو حليات مقصبة، وأيضا من حيث ألوانها المتباينة الزاهية والتي غلب عليها اللونين الأحمر والأزرق. وقد خصص لكل وظيفة نوعا مميزا من تلك الأزياء التي
تميزه عن غيره مثل الدليل والدوم والجروم والقمشجي. وأيضا يعرض المتحف مجموعة نادرة من لوازم الخيول وإكسسواراتها من سروج وركائب، ومجموعة نادرة من البطانيات الصوف التي توضع على أقدام الراكب للتدفئة. وفضلا عن كمامات الخيول وماكينة قص الشعر بعضها مثبت عليه حليات مثل التيجان الملكية والنجوم والأهلة والعصوات المرشالية، والبعض الآخر عبارة عن تشكيلات من القطع النحاسية المجسمة أو المشغولة، ولعل من أهمها ركاب نحاس مطلي بالذهب. شفناه كان مبهر، بس اللي جاي ده هياخدنا في مغامرة من أيام الملوك في مركبة معينة ورا الباب ده، سر من أسرار الفخامة الملكية. جاهزين نكتشف السر؟ يلا بينا. العربيات اللي فاتت كانت قوية، بس اللي جاي ده كان بيتحرك في الشوارع كأنه قصر على العجلات. بصوا هنا، دي مثلا عربية التشريفات الكبرى، كانت بتستخدم في حفلات التتويج والاحتفالات الملكية والمزخرفات اللي فيها دهب حقيقي. المتحف ده موجود في بولاق وبيضم حوالي 70 مركبة ملكية من أيام العثمانيين وأسرة محمد علي، وأغلبها اتصنع في فرنسا مخصوص، يعني العربيات دي ماشية على ذوق الملوك.
صدقوني اللي جاي أغرب وأفخم بكتير. استنوا لما تشوفوا العربية اللي كانت ماشية ومعاها فرقة موسيقية كاملة. يلا نكمل الجولة، المغامرة لسه ما خلصتش. مش بس العربيات، المتحف فيه كمان الزي الرسمي بتاع السواقين وطبول الموكب وصور نادرة للعربيات وهي ماشية في الشوارع أيام زمان. كل تفصيلة هنا بتقولك الملوك دول كانوا بيحبوا الفخامة بصوت عالي. الملك فاروق، شكلها كده زي حاجة من أفلام الأبيض وأسود بس على أرض الواقع. كمان عندهم عربيات استخدموها لنقل كبار الزوار وحتى أطفال الملوك، ليهم عربيات صغيرة شبه الألعاب. عربية فيلم، دي عربية حقيقية كانت ماشية في شوارع مصر من 100 سنة قبل ما يبقى في BMW ومرسيدس. دي كانت المركبات الفخمة زمان. ايه رأيكم؟ اي واحدة تختاروا تركبوها؟
لبس السواقين وطبلات بتتضرب وقت الموكب. متخيلين؟
أو بتحبوا تتفرجوا على الفن اللي كان بيمشي على عجلات لازم تزوروا متحف المركبات الملكية. قولوا لي بقى انتوا شايفين ايه أكتر عربية ملكية؟ واستنوا الفيديو الجاي من حبشتكنات، في حاجات أكتر من الخيال. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك في الفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوف وشكم على الف خير ومع الف سلامه.